السلام عليكم، ايه الاخبار وعاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. ناس كتير جدا بتسالني اسافر دوله عربيه ولا دوله اوروبيه. وبصراحه الموضوع حاليا بقى صعب جدا انك اصلا تعرف تسافر في دوله عربيه او في دوله اوروبيه او في اي مكان، من حاجات كتير يعني. ولكن انا بشوف من وجهه نظري، انا لو جات لي فرصه اللي انا اسافر دوله اوروبيه في بدايه ما فكرت في ان انا اسافر، كنت هروح دوله اوروبيه. ولكن ما كانتش في دماغي الفكره، او ما جاتليش، او ما حدش قال لي على دول اوروبا اللي انا ينفع اروحها. ولكن انا بشوف من وجهه نظري، لو انت شاب لسه مش متجوز فافضل لك انك تروح دوله اوروبيه. لكن لو انت متجوز فخد الموضوع من بدايته كده وهتروح دوله عربيه. ليه؟ لاسباب كتير. دوله اوروبيه ممكن تكمل فتره طويله ما تنزلش، ما تعرفش تنزل. الموضوع بالنسبه لك ممكن بتكون بتسعى ان انت تاخد جنسيه او حاجه من النوع ده. فممكن الموضوع يطول معاك شويه، سنه واثنين وثلاثه، وممكن تتغلب انك تقعد الوقت ده عادي لو انت لسه مش متجوز، فبالنسبه لك مش مرتبط بحاجه. ممكن تروح من دوله لدوله، ممكن حد يشوف لك دوله تانية غير الدوله اللي انت فيها، تقدر تتنقل براحتك. ممكن تتجوز لو انت في دماغك انك تتجوز مثلا، فممكن تجي لك الفرصه انك تتجوز عادي. لو فكرت انك تتجوز اجنبيه، في ناس كتير بتفكر بده، انا مش ضد او مع، ولكن في ناس بتفكر بالفكر ده، اللي انا اروح دوله اوروبيه واتجوز واحده اجنبيه. فلما هتكون شاب بيكون عندك الحريه انك تعمل حاجات كتير ممكن ما تعرفش تعملها لو انت متجوز. الجواز بشكل عام في اوروبا هتساعدك في حاجات كتير، هتساعدك في انك تاخد جنسيه، ولكن ليها عواقب فيما بعد ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني. ولكن يهمني ان انا اقول لك انها هتساعدك في حاجات كتير، في بدايتك في الغربه، في المعيشه، في حاجات كتير. جوازك هيساعدك انك تاخد الجنسيه، هتساعدك جدا. ولكن لها عواقب فيما بعد ممكن تتحط فيها. المهم، لو انت متجوز الموضوع هيكون بالنسبه لك مختلف، مش هتعرف تعمل اي حاجه من الحاجات دي، مش هتعرف تاخد قرار زي ده. الموضوع بالنسبه لك هيكون ناس مش عارف تطول ازيد من سنه، ازيد من سنه ونص. الموضوع بالنسبه لك مش هتقدر تكمل وقت اكتر من كده. من اصعب بقى الحاجات اللي ممكن تقابلها في الغربه لما تكون ساكن لوحدك، انك بتغسل لوحدك، انك بتعمل كل حاجه لوحدك. الموضوع قسما بالله مش سهل. لو انت ما عملتش الحاجات دي وانت شاب ولسه ما سافرتش وانت لسه في بلدك، فصدقني لما تسافر هتعمل كل حاجة وغصب عنك، مش بإرادتك، اجباري انك تعمل الحاجات دي. ان يا سيدي الفاضل ما عندكش حد يعمل لك اي حاجة من الحاجات دي، كغسيل، كطبيخ، كتنظيف، محدش هيعمل لك الحاجات دي لو انت ما عملتهاش لنفسك. طبعا زي ما انت شفتوا كده، لو انت بقى ما غسلتش هدوم، ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي قبل ما تسافر، فصدقني كل حاجه هتحتاج لها بعد ما تسافر. فلا انت لو مش بتغسل لنفسك ولو مش بتطبخ لنفسك قبل ما تسافر، فحاول تشتغل على الحاجات دي عشان خاطر ما تتعبش في الغربه. ان الحاجات دي مهمه جدا، مهمه جدا، وبالاخص لو كنت ساكن لوحدك. المهم بقى انك لو انت بقى سافرت دولة عربية وانت متجوز، هتساعدك انك تتعامل مع ناس عربية بيتكلموا عربي. الموضوع مش هيكون صعب بالنسبة لك، هتعرف تطور من نفسك، هتعرف تشتغل كويس، هتكون مرتاح انك بتتعامل مع ناس عرب. عايز تنزل اجازة في اي وقت هتقدر تنزل، مش فارق معاك موضوع الجنسية او الموضوع ده ما بتفكرش فيه ومش فارق معاك كتير. فالموضوع بالنسبة لك هيكون عادي، وما عندكش هدف انك تتعلم لغة، ما عندكش هدف انك تاخد جنسية، ما عندكش الاهداف دي، ما عندكش هدف انك تتجوز واحدة اوروبية. الاهداف دي كلها مش موجودة معاك، فبالنسبة لك هتكون العيشة حلوة في دولة عربية. ولكن لو انت شاب فانا بفضل لك انك تسافر دوله اوروبيه في بدايه حياتك. هينفعك جدا لو انت رحت دوله اوروبيه. اهم نقطه نسيت اقولها لك، انك اهم حاجه في السفر دوله اوروبيه انك بتتعامل مع اداره بتاع دوله اوروبيه.
مش هتتعامل معايا اداره مصريه، ان اصعب من ما يكون انك تتعامل مع اداره مصريه في شغلك، في شركتك، في عملك، في يومك بشكل عام. انك تتعامل مع اداره مصريه من اصعب ما يكون. فلو سافرت دوله اوروبيه هتتعامل مع اداره هتكون اجنبيه، ما عندهاش تحب حد او تكره حد او تيجي على حد او تيجي عليك او تلعب في الراتب بتاعك. لو انت بتاخد راتب هتاخد الراتب اللي انت محتاجه. مفيش حاجه اسمها تفنيش في يومك انك بكره انت مش معايا في الشغل، دي مش موجوده في اوروبا. في قانون، الناس بتحترم القانون، مفيش عنصريه ما بين حد من جنسيه او حد من جنسيه ثانيه، او حد من محافظه مثلا يعاملك وحش عشان خاطر انت مش من المحافظه بتاعته، او حد قريبك هيتغلب عليك ويعاملك مش حلو. مش هيكون في دماغك بقى حته ان انا اعشم في حد قريبي او حد قريبي هيقف جنبي او حد كنت مستنيه يقف معايا وما وقفش معايا. انت اوريدي هتشيل الافكار دي كلها من دماغك عشان خاطر انت رايح دوله عربيه وعامل حساب ده كويس ان مفيش حد يقف معاك، هتكون لوحدك. هتتعامل مع ناس من دول عربيه ولكن مقيمين اديلهم فتره كبيره جدا في دول اوروبا، هيساعدوك، هيقفوا جنبك بكل حب وبكل اخويه من غير اي انه يكون ليه عندك مصلحه او اي حاجه. الفكر مختلف والمجتمع مختلف والناس مختلفه. اهم حاجه انك تكون ثابت على مبدأك، على دينك، على تربيتك. لو فلت بقى في حته ثانيه فصدقني الموضوع هيعدي منك في حته بعيد. ولكن من حيث الماديات اللي انا وانت وكلنا بنسعى عليها، لا، في اوروبا الرواتب عاليه، بتعرف تطور من نفسك، بتعرف تاخد حريتك، بتعرف الماديه اللي احنا كلنا اصلا بندور عليها، وده مش عيب على فكره. اهم حاجه انك دايما تكون معتمد على نفسك واعتمد على ربنا وتوكل على الله، وصدقني مش هتندم لو سافرت. السفر حلو، هيخليك تعمل حاجات كتير جدا مش هتعرف تعملها لو انت ما سافرتش. بس كده. فان شاء الله الفتره الجايه هعمل لكم فيديوهات كتير جدا هنا على اليوتيوب، هتكون طويله فيها شرح طويل، اتكلم معاكم في حاجات كتير. اي حد عنده سؤال في اي حاجه فانا تحت امرك. اهم حاجه انك تكون مشترك في القناه بتاعتي ودوس لي لايك واكتب لي كومنت عشان خاطر اقدر ان انا اكمل معاكم هنا على منصه اليوتيوب، لان انا محتاج جدا اشتغل على اليوتيوب الفتره اللي جايه. السلام عليكم، اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين.